اهلا يا باشمهندس، ركز معايا وهقول لك على النهارده حاجه لو المفروض لو قعدنا اتكلمنا فيها كتير هتاخد وقت كتير، لكن احنا عشان نختصر الموضوع ونقول بسرعه. معانا منتج هنا اسمه مايكا برايميرو. مايكا برايميرو هتلاقي على الاستيكر فيه اكتر من كود، عشان في منه بيشتغل في العزل وفي منه بيشتغل في عزل برضه بس مع الرخام والجرانيت. خلاص النهارده المنتج اللي معانا هما الاثنين على فكره شبه بعض وقريبين في الشكل من بعض، لكن في التركيبه والتكوين بيكونوا مختلفين. المنتج اللي معانا النهارده مايكا برايميرو بتاع العزل. معانا النهارده هنا عاملين مكعب، لو حضرتك بصيت عليه كده هتلاقي مكتوب عزل اكريليك، عشان احنا هنعمل عليه اختبار بتاع عزل الاكريليك. تمام؟ اللي هو المنتج بتاع مايكا برايميرو اللي احنا بنتكلم فيه. تمام؟ احنا النهارده هنعمل قدامكم الدهان بتاعه وهنشوف وهنبتدي نتكلم على الخواص، وبعد كده لسه خليكم مركزين في المكعب ده عشان هنشوف معانا فيديوهات كتير وهيطلع معانا في حاجات كتير الفترة اللي جاية. خلاص؟ ادي المنتج اهو هناخد منه. المنتج ده زي ما انت شايف كثافته تقيلة، في ناس بتحبه كده عشان يحطه على طول ويشتغل بيه، في ناس تانية بتاخده وتحب تخففه 5%، في اللي بيحب يخففه 10%. احنا كشركة بننصح ما تخففش اكتر من 10% عشان تاخد احسن شغل. في ناس بتخفف لحد 20 و30، لكن احنا ما بندعمش الرقم ده لانه كبير شويه. هم بيقولوا انه عامل برضو معاهم شغل وكويس ال 30% وال 20%، لكن زي ما اتفقنا احنا بنقول اقصى تخفيف بالميه ويتقلب كويس هو ال 10%. احنا اهو خدنا على الفرشه وهندهن قدامكم اهو. ده لما يكون من غير اي تخفيف، تمام؟ بيدي معانا طبقه تقيله، وممكن نعمل وش واحد للحالات السهله، لكن طبعا في الحالات اللي هي بتبقى فيها عزل جامد بنفضل ان احنا نعمل وش بالطول وبعدين وش تاني عليه بالعرض. تمام؟ وش بالطول وبعدين وش عليه تاني بالعرض، بس الوش التاني طبعا بنعمله بعد ما بيكون الوش الاول جف ونشف عشان يطلع معانا الجوده الكويسه بتاعه العزل بتاعنا. ده ممكن نحطه تحت الفوم وفوق الفوم، يعني في العزل الحراري بعد ما بنعمله عشان نحمي العزل الحراري ممكن بنحط الاكريليك بتاعنا. تمام؟ مايكا برايميرو هو منتج شغال في اكتر من حته ومنتج ممتاز جدا، وما شاء الله يعني الناس معتمداه والاستشاريين قصدي معتمدينه في الشغل بتاعهم، وحقق معانا نجاح كبير قوي وهتشوفوا منه حاجات الفتره اللي جايه. بدمتم بخير وبتمنى لكم كل خير، واي اسئله ابعتوها على الصفحه بتاعتنا. سلام عليكم.